ولا إشي بيحضر البني آدم لإنه يزور محل لأول مرة. قد ما بده يقرأ وقد ما بده يحضر على التلفزيون وقد ما بدنا نطبخ ونحكي مع ناس من هالبلد، ولا إشي مثل إنه الواحد يحط حاله في التجربة. المغرب تفوقت على كل التوقعات اللي كانت عندي. وصلنا على السويرة ولقيت بلد فيها شيء غير، كأنه حلم، بس حلم غريب. يعني الشارع أحلى، إلهم هيك شوية ميستري. وقت عم نمشي هيك بالشارع التقينا بجوز ومرته وحكينا معهم شوي. هن عم يقولوا لنا انه صار لهم مجوزين 20 سنه وعم يحكوا لنا على حياتهم، كيف تعرفوا على بعض. انا كنت بدرس في ليسي وكنت بمر بالقرب من منزله. اعتقد كانت تغير الممر عشان تمر من هو بيكون مع اصحابه في كافيه وهيك وبيشوفني ويقف كم كلمه. جيت لعندها قلت لها ايش كبر شانك؟ وعندكم اولاد؟ عندنا ولد واحد. شو اسمه؟ مهدي. وماتوا لي جوج بنات. يلا ان شاء الله تقول في الجنه ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. بنات اولاد خير وبركه، الله يخليك ولد ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. طب بدي أسألكم، زي كل حدا بمر ظروف صعبة ظروف منيحة، إيش بتحسوا إنه الإشي اللي بخليكم دايماً مع بعض؟ كان الناس يخطأ يقول لك هذيك اختك، قلت لي هذيك يا حبيبي، قلت لي هذيك فيها امي وفيها اختي وفيها زوجتي وفيها هذيك مراتي. يقولون ان الازواج لما يتمون مع بعض فتره طويله يشابهون، خاصه اذا في حب بينهم تصير اشكالهم نفس الشيء. سعاد قولي لي شنو تحبين تطبخين؟ تحبين بطريقه معينه تسوين، يعني طواجين تسوين؟ بسوي كثير طواجين. انا كنت وايد بعد لما كنت في بيت عمي عايشه معاهم وايد اطبخ، بس كان عندي مشكله، كانت ام زوجي عندها سكري. مثل زوجي والله. عندك انا اولادي عندهم السكري. ولادي 2. اسمحوا لي بدي نعرف القضيه، حتى العرب هم اللي عندهم مرض سكري. بس إيش الأشياء اللي بتطبخيها مثلاً عشان السكر؟ يعني إيش غيرتي في أكلك؟ انا كنت بعمل سمك بالزيت، تقلينه بالزيت. هلا بدي اعمله بالفابور، مشوي او مشوي ولا مشوي. خضار مشوي، خضار بلا فابور ولا مسلوق قبل ما. ستيك ديال لحمه بدون دهن، مقليه في الماء بدل فيعني خففتي كمية الدهن اللي بتستعمليها. أوكي. انا كنت ديك الساعه كاينه واحد القضيه في مراكش، كانوا يديروا الطاجين يقول ليه الطنجيه. طنجيه، احنا شفنا الطنجيه احنا عند طباخ الملك. حلو فيهم اللي حسيت انه في لسه بعد كل هذه السنين لسه في تحس في المحبه بيناتهم وفي المشاعر، يعني حتى لما يطالع فيها تبان من نظرته. أنا عمري ما سويت أكل مغربي ولا عمري سويت بسطرلة، فأنا جاية مخصوص عشان أتعلم من الأصل هنا. أي والله. الطريقة الأصلية. والنعم. فبدنا إياك تعلمينا أنتوا كيف بتعملوها على طريقتكم الأصلية. هي البسطيلة، البسطيلة مغربية. هاي طريقة الباستية تبع السويرة ولا مغربية؟ المغربية. هتون، مش إحنا شفنا سعاد وسي محمد هلأ بالكافيه؟ اسمعي، شو رأيك نعمل لهم سربرايز، نعمل لهم الطاجين والباستية اللي عم تعملها هون؟ طبعاً. طب ممكن نسوي بسطيلة؟ انت اوكي، انا بسوي الطاجين. اوكي، احنا بنروح نسوي الطاولة. تعلموا عشان تعلمونا ان شاء الله.
بس هي التصفية بالعادة بتنعمل بالزغاليل، يعني بالحمام. الحمامية صح؟ طيب لما بتنعمل بالحمام نفس انواع البهارات؟ نفس طريقة نفس انواع البهارات. اوكي. وحتى السمك لما تسوي نفس الشيء مختلف. بهارات. اليوم قابلنا زوجين سعاد ومحمد. للحين كل ما قال لها كلمة تستحي وتنزل راسها. في محبة غريبة بينهم. هذا وايد يعطي الواحد إحساس أن الإنسان مهما الزواج، طبعاً العمر كله إن شاء الله لكل الأزواج، بس أن الحرمة تقدر تعطي وايد وتخلي الحب دائماً مستمر وفي حالة حب تكون بينهم.